لو انت فاكر ان الصوره اللي قدامك دي بقعه عاديه، فاحب اقول لك لا، دي ممكن تكون اول انذار من جسمك عشان يقول لك ان القلب بتاعك في خطر. بس قبل ما نخش معاك في تفاصيل، يا ريت تعمل سيف الفيديو وتبعته لكل الناس اللي انت خايف على صحتهم. قصتنا النهارده مع الحاج حسين، راجل عنده 43 سنه، صحى في يوم من الايام ولاحظ حوالين عينيه بقعه صفرا. في الاول افتكرها من الشمس او حتى من التعب، بس مر عليها اسبوع والتاني ولسه ما راحتش. الحاج حسين كان متجوز ومراته خافت عليه، قالت له يا حاج روح اكشف، احنا ملناش غيرك. وساعتها بقى لما الدكتور شافه قال له يا عم الحاج، انت كده عندك حاجه اسمها الزنثي لازم، وكده معناها ان الكوليسترول عندك عالي جدا. فطلب منه شويه تحاليل عشان يطمن على صحته. وتعالى بقى نشوف التحاليل بتاعت الحاج حسين ظهر فيها ايه. عمل تحليل دم، الكوليسترول فوق الطبيعي بكتير، وعمل رسم قلب، واتضح ان عم حسين كان عنده ضعف في تدفق الدم في الشرايين التاجيه بتاعت القلب بتاعه. احيانا جسمنا بيدي اشارات، ومش شرط تكون في ضربات قلبك او حتى في صدرك، لا ممكن تكون في جلدك، طفح جلدي مثلا، او بقعه صفراء زي الحاج حسين، او حتى ممكن توصل ان يكون في تغير بسيط في لون الضوافر بتاعتك. الحاجات دي كلها ممكن تكون انذارات من القلب بتاعك. تعال نرجع للحاج حسين. الحاج حسين ساعتها لما عرف ان الدنيا ملخبطه عنده، بدا العلاج وغير اسلوب حياته وعمل دايت كده عشان الاكل بتاعه المسبك والمشبك والحاجات اللذيذه بتاعته ديت يخف منها شويه عشان صحه القلب بتاعه. كان ممكن يتاخر وما يلحقش زي ناس كتير عدت علينا. فلو لاحظت اي حاجه غريبه على جلدك ما تستهونش بيها، دي ممكن تكون اول صرخه من القلب بتاعك. ولو وصلت لغايه هنا احب احييك واقول لك ما تنساش تعمل فولو ولايك علشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.